السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عائشة، مغربية الجنسية، باحثة في الدراسات القانونية، وأغوص في مجال الكتاب والإبداع في آن واحد. بداية، قبل أتقاسم مع القارئ أو أتقاسم معكم تجربتي حول الكتابة، أود أن أتقدم بجزيل الشكر لطاقم برنامج بودكاست راديو على هذه الالتفاتة، وجد سعيدة أن أكون ضمن ضيوف هذا البرنامج الفكري والثقافي. فيما يخص تجربتي مع الكتابة ومع عالم التحرير بصفة عامة، هو كما نعلم أن لكل حكاية بداية. فالكتابة بدأتها في سن مبكر بعدما كنت أعشق لقراءة الكتب والروايات والقصص الصغيرة والكبيرة، وبعد ذلك انتقلت إلى عالم الإبداع والكتابة والتدوين، حيث بدأت بالتدوينات البسيطة، ثم انتقلت إلى تحرير المقالات الكبرى والكتب والمجلات. فلا أخفيكم سرا، فرحلتي في الكتابة كانت كريمة لي بفضل الله عز وجل. صدر لي العديد من المقالات والكتب في مجالات مختلفة، وكانت هذه الكتب لها قبول كبير لدى القارئ والمتلقي. هذا ما زاد ولعي لعالم التدوين والكتابة بشكل كبير. وفي مستهل لسنة 2025 بتوفيق من الله عز وجل صدر لي كتاب مغاير عن سابقه، والذي اخترت له عنوان في قلب فلسطين. فهذا العنوان ليس اعتباطيا، وإنما لغاية أو لتبيان أن قلوبنا مع الشعب الفلسطيني جراء ما وقع لهم من طرف العدوان الصهيوني. فكتابي هذا جاء محملا مجموعة من المواضيع والتيم تهم أهل غزة، ولكن كنت أكثر تركيزا على الجانب الطفولي، أو بلفظ آخر أطفال غزة، لأن الله عز وجل أوصى بهم وأوصى بالأطفال بصفة عامة في كتابه الحكيم، وذلك قوله أكرم مثواه، ناهيك عن المؤتمرات والمعاهد الدولية والمنظمات الحقوقية التي أولت عناية خاصة بالأطفال بصفة عامة، ولكن نجد العكس ما وقع بالنسبة لأطفال غزة من طرف الصهاينة. فرسالتي للمتلقي أن أعمالي الأدبية والفكرية هذه أو القادمة أن تحظى بقبول كبير، وأتمنى أيضا أن أكون متفردة في هذا المجال، مجال الإبداع والتأليف. وفي الختام أجدد شكري لهذا البرنامج بودكاست راديو على هذه الالتفاتة.